عاجل جدا، سائقان متهوران يعتديان على شرطي بمراكش. إليكم التفاصيل. حيث قام شخصان، أحدهما كان في حالة غير طبيعية قبل قليل بالتورط في الاعتداء الجسدي واللفظي على شرطي بزيه الرسمي بالقرب من الإشارة الضوئية المتواجدة بالقرب من مطعم ماكدونالدز بحي جيليز بمراكش طريق الدار البيضاء. وحسب مصادر فإن المعنيين بالأمر دخل في ملابسات كلامية بينهما في الطريق، ولدى توقفهما في الإشارة الضوئية أثار شجارهما انتباه أحد العناصر الأمنية، وحينما حاول التدخل لإنهاء الشجار بين الطرفين تعرض لاعتداء لفظي وجسدي أثناء شجار الشخصين المذكورين، وهو ما سارع إلى انتقال باقي العناصر الأمنية إلى عين المكان بعد إشعارهم بالحادث.